طبعا اللاعب اللي يطرد يحرم مباراة. وهذا سعد عبد الحميد المتقدم، هجمة خطرة، الله، خطرة ب10 لاعبين والفريق العراقي ضاغط ويسدد سعد عبد الحميد من خارج منطقة الجزاء وتمر إلى الفريق العراقي. دا يضغط يهجم مثل بعد فوز العراق على الفريق الإسباني 2-0. وهذا رياض عبد العباس تنقطع ولا زالت خطرة على مرمى الأرجنتين. محمد عبد الحسين من العراق وعلى الفريق الإسباني. الآن الكرة الأرجنتينية أمريكا اللاتينية، كرة عالية وضربة هدف لاعب كان غير مراقب، هذا رقم 3 اللي هو باتيستا، فرناندو باتيستا من الفريق الثاني من المباراة. دقيقة 56 وهجمة، الله، هجمة من محمد عبد الحسين بالصورة وإلى ضربة هدف لصالح الفريق الأرجنتيني. كرة جميلة من محمد عبد الحسين لاعب نادي الجيش، شوف تمر بجانب القائم. عدة يعني كرات، يعني خاصة الكرة الخطرة اللي راضي شنيشل في الشوط الأول من المباراة تطمد بالعارضة وعلى خط المرمى يبعدها الدفاع إلى ضربة زاوية. لاحظها بالإعادة المرة الثانية، حارس المرمى لكن إلى الخارج. ليث حسين رقم 10 من فريق العراق، ليث أيضا نادر رشيد وسعد بجانب سعد. هجمات جيدة وتسديدات بنشوف اللي لاحظنا يعني اليوم في مباراة اليوم انه الفريق العراقي يسدد من خارج منطقة الجزاء 4 إلى 5 كرات سدد الفريق. رياض عبد العباس في جهة اليمين بينه وبين سيشوني، وممتازة رياض، هذه هجمة خطرة ولا زالت خطرة. لا، الحكم يصفر معلنا ضربة حرة يبدو لصالح الفريق الأرجنتيني. هذا محمد عبد الحسين الفريق العراقي، محمد عبد الحسين، وهذه خطرة، هجمة خطرة ليث حسين، ولا زالت خطرة، جول بإيده واعتقد ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي. ليث كرة مرة خشة بالجول، لو بإيده بالجول كان ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي. الله، مشهد رائع، شوف بإيده وبالعارضة، وكانت هجمة ويعني لعب بأعصاب اللاعبين الإسبان وسجل الهدف الثاني. الآن ننتظر هدف لصالح العراق من ضربة جزاء. كان هناك ضربة جزاء أولى في هذه البطولة للفريق العراقي أيضا من ليث حسين، لكن الحظ ما حالفه وارتطمت بالقائم. وهذا راضي شنيشل يلعب ضربة الجزاء واحنا في الدقيقة 23. يتقدم راضي شنيشل، هدف للعراق، هدف واحد للعراق ب10 لاعبين. الوكالات الأنباء العالمية ومثل ما لاحظ 45 دقيقة من الشوط الثاني من المباراة، يعني نلعب بالدقيقة 90 ولا زال العراق متقدم بهدف مقابل شيء. خطرة وممتازة عماد هاشم يبعد كرة في اللحظات الأخيرة من وقت بدل الضائع من اللاعب الأرجنتيني جاستلدي. شوف نلاحظها مرة أخرى، كرة شوف عماد ساد زاوية ويبعدها زاوية ممتازة. عماد هاشم وبطل فريق العراقي، أبطال في هذه المباراة، لاحظها للمرة الثانية ويبعدها على يساره. هذا 7 اللي هو خوزيه غاليغو، وصفر الحكم على